وبركاته، وفيديو جديد مع بعض بتاع الزيت. ومعانا منتج من اشهر المنتجات في السوق تبع شركه موبل او بالاسم العالمي بتاعها اكسون موبل، وهو جيركن موبل ابيض او موبل سبيشال او زمان كان اسمه موبل سوبر الابيض. خلاص، ده جيركن موبل لزوجة 20W50 هنتكلم عليه النهارده ونقول بيتحط لنا عربيات وموديلات وايه فايدته في المكنه وايه اللي بيميزه عن بقيه المنتجات، ولو حبينا نصنفه تصنيف بين بقيه الشركات العالميه اللي زيه هيبقى هو عالي واطي في النص وضعه ايه. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. جيركن زيت اسمه في الاساس سوبر الابيض، واسمه دلوقتي المكتوب عليه موبل سبيشال. والجيركن بينزل 4 كيلو وبينزل منه عبوه كيلو. طبعا جيركن موبل ده من اشهر المنتجات على الاطلاق ومن اقدم المنتجات على الاطلاق في شركه موبل، حتى قبل ما تختلط بشركه اسو ويندمجوا باسمهم اكسون موبل ويبقى شركه واحده، وتبقى الحقوق محفوظه شركه اسمها اكسون موبل الاصليه، عشان في شركه ثانيه برضو اسمها اكسون موبل بعيده خالص كل البعد عن المنتج اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. بنتكلم على اكسون موبل الاصليه اللي هي علامتها، تعال قرب معايا هنا، ده الحقوق المحفوظه بتاعتها اكسون موبل تحت اهي اللي هي البيجاسوس العلامه بتاعتها. فده اول حاجه. رقم 2 اللي هنتكلم عليه معانا، رقم 1 الحاجه الاساسيه معانا اللي هي الصلاحيه. تعال قرب معانا هنا. موبل ما بتكتبش الانتاج، بتكتب يستخدم لحد بيست يوزد، بيستخدم حتى ديسمبر 2026، يبقى ده انتاج ديسمبر 21. حاجه برضو المهمه للتجار لو بيفتح كرتونه، ان معايا سيريال نمبر بالعبوات اللي اتصنعت تمام متسلسل. هنا معانا ده 67، احنا برضو جايبين جيركن تاني اهو عشان يبقوا العبوتين ورا بعض. معانا دوه 68، يبقى ده 67 68. موضوع السيريال نمبر ده مهم جدا عشان الناس اللي بتضرب زيت ما بتطبعش طباعه متسلسله، تطبع طباعه شبه بعضها، ما عندوش امكانيه ان هو يطبع طباعه متسلسله. خلاص. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها بزوجته 20W50، وده زيت متعدد الدرجات، بيمشي في العربيه من 2000 ل 3000 كيلو بحسب موديل العربيه، موديل قديم او موديل حديث، وحسب حاله الموتور وحسب اللي راكب رجل واحده ولا كذا رجل بتشتغل او بيركب العربيه. بينفع في الملاكي، في الميكروباص، في النص نقل البنزين، بينفع في كل انواع البنزين. الحاجه اللي نتكلم عليها برضو المستوى بتاعه، ودي حاجه مهمه جدا، الاي بي اي اس جي. فلو حبينا نصنفه ما بين شركه مثلا اقوى شركتين معاه شركه شيل وشركه توتال، هنلاقي شيل معانا هنا اس ال ومعانا هنا توتال اس اف، فبالتالي هو منتج وسطي، يعني هو في الوسط جي اتش اي جي كي ال. يبقى عندي شيل اعلى منه ب5 مستويات وهو اعلى من توتال. خلاص، يبقى عندي كده لو حابين رتبوهم، يبقى اول حاجه توتال ده اقل مستوى، يجي بعديه موبل، يجي بعديه شيل، وبالتالي هو المستوى. طب ايه اللي يشفع لموبل دونا عن شيل وتوتال؟ ان شيل وتوتال الاثنين ينفعوا جاز وبنزين، زيوت مختلطه او زيوت بتشتغل في الجاز والبنزين. اما زيت موبل فاي بي اي بتاعه بنزين فقط لا غير. وما ننساش ان موبل شركه امريكيه الاضافات بتاعتها عاليه جدا، فالموضوع خطير، يعني الموضوع مش موضوع بسيط. وشركه موبل لها باع كبير جدا في مصر، النهارده يعدي ال 100 سنه ما شاء الله، يعني حاجه قويه جدا في السوق. ودي بعيدا عن دعايه الموبل، هي اصلا مش محتاجه دعايه الواحد يدعو لها، يعني ده هي الموضوع قوي جدا يعني. خلاص. فهنا الجيركن ده اولا بيحمي. انا جايب لكم حاجه النهارده عشان كل مره بقول لكم البستن ده يا جماعه. البستن بيبقى راكب كده اهو، وبيبقى ده فيه اسطواني، حاجه اسطوانيه اللي هو الشميز ده بيطلع وينزل. معانا الشمبر اهو، ده الشمبر اهو اللي بنتكلم عليه. ادي الشمبر اهو، الشمبر اللي في النص ده شنابر الزيت اهي. ده اللي بيحكم اللي ما بين البستم، ده البستم، وبين الشميزه. خلاص. ده بقى مع الوقت بيقفل. تعال قرب عليا كده، ده واسع سن اهو، مع الوقت بيقفل وفي بعض الاحيان بيتكسر. خلاص. فبالتالي انا عايز حاجه تحمي لي البستم والشمبر والشميز من التآكل والبري، وبالتالي كل عربيه لازم يتحط لها زيتها الصحيح عشان احافظ عليها. ده طالع نازل يا جماعه بحركات سريعه جدا انت مش متخيلها. خلاص.
فبالتالي لازم يكون معايا الزيت ده احطه بكفاءه معينه ووضع معين عشان ينجح معايا، مش هينفع احطه كده وخلاص. تمام؟ فكل عربيه لازم يتحط لها زيتها الصح، زيتها الصح. الزيت ده احنا بنقوله العربيات اللي معديه فوق بقى 200,000 كيلو لو كفاءتها حلوه تاخد ال 5000 كيلو، كفاءتها فيها سن التبخير تاخد ال 2000 3000 كيلو اللي هو الموبل الابيض. هو وسط بيبقى 2000 ونص كويس جدا، 3000 بيبقى متهالك قوي وما بيقعدش ل 3000 قد كده. خلاص؟ فبالتالي يا ريت نهتم قوي بالمعلومه دي. في حقوق ملكيه لشركه موبل عشان لو حد بيعمل اي تقليد له. طبعا الجيركن ده فيه زيوت ياما هتلاقوها مضروبه، فتخلي بالكم ان الجيركن ده له حقوق ملكيه، ولو عايز تتصل بالشركه لو انت اي حد ماسك اي عبوه مضروبه وعايز يرجع للشركه يديها لها عينه، الشركه هنا مهتمه جدا بخلاف شركات ثانيه جامه بيتضرب زيتها وما بتسالش. خلاص؟ معانا بقى الحاجه الثانيه عايزين نتكلم عليها، ازاي تشتري الجيركن ده وايه مواصفات العبوه الاصليه من العبوه المضروبه. احنا مالناش دعوه بالمضروبه، مش هنتكلم عليها، هنتكلم عن العبوه الاصليه. معانا لسه طبعا موبل ما طورتش زيوت البنزين بتاعتها وسابتها زي ما هي، العبوه اللي بتتشفط، عبوه الغطا الشفط معانا اللي بيتفتح، هنقول بيتفتح ازاي. خلاص؟ بس قبل ما نفتح الغطا هنتكلم عن حاجتين بسرعه، الا وهي ان الموزع بتاع الزيت او التاجر بتاع الزيت او بياع الزيت له لزقه بتنزل، دي فيها رقم بيدخله بياخد بيها لقمه عيش للراجل بتاع الزيت. ومعانا هنا لزقه نازله ليك يا عميل، يعني بتشتري الجيركن تتشد كده. طبعا المفروض انت تبقى اول واحد تشدها، اوعى تنسى نظافه الجيركن. ها، معانا الرقم هنا اهو، تعالى قرب عليه كده. خلاص؟ الرقم ده معانا، ده رقم ليك انت يا عميل، تدخله على موبايلك على رساله 4432 تكتبه فيها وتبعته لها، هيجي لك رساله من شركه موبل بنقط تصرفها من انذران، والناس دي ليهم كده فروع بتشتري منها بالنقط دي، تروح تشتري حاجات زي فلوس كده، خصومات نازله لك. خلاص؟ فاحنا اتكلمنا ده 2050 زيت تقيل مش خفيف بالنسبه للزيوت العاليه اللي هي ال 10000 وال 5000 وزيوت ال 7000. ده زيت يعتبر الف ب زيت، يعني بعد زيت ال 50 التقيل خالص. تمام؟ وما عادش فيه زيوت 50 غير المنتجات قليله جدا جدا في الشركات اللي بتنفع في عربيات البنزين. ده يعتبر يعني في عربيات البنزين تحط زيت. الجيركن هنا معانا طبعا البرشاوه، نبدا نفتحها لكم كده ونسمي الله. شمع التكه اللي بتتك معايا دي اهي، ده كده شفط. معانا برشامه جوه هنا داخليه، طبعا البرشامه دي بتتفتح اهي، ادي شكل البرشامه بتاعتنا. طبعا موبل طورت بقيه الجاكن الديزل ولسه هتدخل ده في المنظومه، فده ما دخلش. طبعا انا عندي مشكله ان انا عندي الجيركن هنا ممكن انطر الغطا كله. قرب عليا بس وانا بفتح كده، طبعا التكه اهي، الجيركن ممكن يتفتح كده ويتحط فيه اي منتج زيت تاني، فالموضوع ده خطر جدا، نبني خلي بالنا. خلاص؟ طبعا هنجيب زي ما بنعمل كل مره عشان نوريك صوره الزيت لو انت عايز تعرف الزيت الاصلي من الزيوت الاحاديه. طبعا معانا هنا ده زيت احادي اهو، من الزيوت يعني المفترض ان هي زيوت دلوقتي ممكن اي حد يستخدمها في ضرب الزيت وتغش. يلا بينا، بسم الله نسمي الله بقى. هنا موبل قرب بالله عليك عليا كده. طبعا ده من انقذ الزيوت على الاطلاق، بنتكلم في منتجات امريكيه مش منتج اي حاجه. طبعا الزيوت اللي بتضرب هنعيد بها تاني شويه تانيين اهو. طبعا انت متخيل بقى معدل النقاء هنا عامل ازاي. ادي طبعا الزيت، طبعا الفرق شاسع جدا. بص النقاء عامل ازاي، نقاء الزيت حاجه خرافيه يعني. طبعا عندنا ده تقيل جدا، دي بتبقى زيوت احاديه يا جماعه، محدش بيضرب بزيوت متعدده، محدش بيضرب بزيوت متعدده. ده الزيت بتاعنا. بص النقاء، مش عايز اقول لك انا عملت وشي كده وصورتني هتلاقي وشي باين من ورا الصوره من غير ما اشوف انا الفيديو عامل ازاي، بس ده توقعي يعني من نقاء موبل عاليه جدا، من الشكاير قويه جدا. طبعا يا ريت نكون قدمنا معلومه سريعه عن المنتج وبينا المنتج مواصفاته ايه وبينفع لنا عربيات. احنا بنعمل الفيديوهات دي كمرجع للمنتجات، يعني اللي بيدور على منتج عايز يسمع عنه اي معلومات، يعرف عنه اي حاجه، بنعمل الفيديوهات دي يا جماعه كمرجع، بعيدا بقى عن شير ولايك والكلام دوت. ده فيديو مرجع تخش على صفحتنا، اي منتج زيت بيقابلنا او حتى لو في تطور حصل عليه
هنبلغكم اول باول. فده كمرجع لمجال الزيوت وقطع غيار. يا ريت نكون بنفيدكم بحاجه جيده. دمتم طيبين وحاولوا تعملوا حاجه كويسه في اليومين الجايين. السلام عليكم.